السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. النهارده هتكلم عن فيديو مهم وصعب وخطير جدا، وهو رؤية الدود في المنام. الدود من اكثر الرموز اللي بيختلف عليها علماء تفسير الاحلام. في ناس يقولوا ده حلو جدا وارزاق، وناس يقولوا لا ده خطير جدا ويجب تحذير الرائي من الرؤية دي. الحقيقة ان الدود في المنام يحتمل معاني مختلفة كتيرة قوي. النهاردة في الفيديو ده ان شاء الله هلم لكم حاجات كتيرة جدا عن الرؤية دي، اذا كان على الجسد او جزء معين من الجسد، الودن، العين، الشعر، الرجل، الايد، لو لقيته في الاكل او في الشرب، لو لقيته محطوط على الارض، لو لقيت ان انا بلمه، لو لقيت ان انا بقتله، لو لقيت عدد معدود من الدود. هتكلم عن حاجات كتيرة قوي، لان الدود مش خير على طول ولا هو شر على طول، ولكن لازم تفهم الرؤية بتاعتك وتفهم الرمز ده في المكان ده حلو ولا لا. خلينا نقسم الحلقة إلى جزئين. الجزء الأول هتكلم فيه عن وجود الدود خارج الجسد، يعني لو لقيته في أكل أو في شرب أو في مكان وعدد المعدود، لو لقيته على عتبة الأرض، لو لقيته في أرض زراعية، هنا هتكلم عنه. الجزء الثاني من الفيديو هتكلم عن وجود الدود في الجسد، سواء دخوله في أماكن معينة أو خروجه من أماكن معينة. وأتمنى بإذن الله الفيديو ده يكون نافع ليكم جميعا. في مجهود كبير في تجميع الأفكار، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، واي حد يدخل يعمل لي تعليق ولو بذكر الله. ويلا بينا نبدأ. خليني ابدأ بالمعنى المبشر للدود، لان هو له معاني كتيرة قوي مختلفة بين المبشر والتحذيري، ولكن في المكان ده بيكون بإذن الله مبشر وجميل جدا، وهو وجوده في الأرض الزراعية. الأرض الزراعية لما الاقي فيها دود أعرف إن شاء الله ربنا هيكرمني ويوسع عليا ويبارك لي في رزقي. لو كنت متزوج، ربما الرؤية دي دلالة حمل الزوجة. الاقي شفت أرض زراعية أو شفت أرض وفيها دود أو طالع منها دود، أعرف إن شاء الله ربنا يكرمني بالذرية. الدود في الرؤية لما بيجي فعلا رسالة مهمة. وهنا رمز تاني، لو شفت الدود في أكل أو شرب، أكل معين في الرؤية، الأكل ده يبدو إن هو طيب جدا وأنا باكل فيه، واكتشفت إن هو وأنا باكل إن في الأكل ده داخله دود. تمام. الرؤية دي والله أعلم تدل على تناولك السحر، وتدل على إن في أذى جالك وفي السحر. طيب لو أنا كنت شايف، فشوف بقى الفرق هنا في المعنى، شفت إن الأكل ده موجود قدامي وعليه دود وأنا باكله، هنا المعنى اختلف خالص. طيب شوف بقى المعنى المختلف ده، لو أنا لقيت أكل في الرؤية عارف إن عليه دود وباكله. صدقوني اترددت كتير في الفيديو ده لأنه شائك شوية، محتاج حد يفهم المعنى منه، لكن كتر الأسئلة فيه قلت لازم أوضحه. كون إن أنا آكل الأكل أنا عارف إن هو عليه دود وأنا باكله، تمام، هنا والله تعالى أعلى وأعلى ممكن يكون معناها إن أنت المال بتاعك فيه شبهة، ومحتاج إن أنت تاخد بالك المال ده حلال أو حرام أو كده. وأحيانا كمان يدل على الحسد. يعني إيه؟ لو الدود ده بره الطعام على الطعام من فوق، أعرف إن ده حسد، لكن وأنا باكله لقيته من جوه طالع منه دود أو داخله دود غير مرئي، تعرف إن دوت كان إيه؟ كان سحر. وهنا فرق التأويل بين الحسد والسحر. طب لو في حد شاف ان في دود محطوط قدام باب الشقة او طالع من عند عتبة باب الشقة، اعرف ان هنا ربما تم رش سحر في عتبة المنزل. لو الرأي دوت كان الزوج مثلا، يعرف ان زوجته بالذات مصابة، لان الزوجة بتكون رمز لعتبة المنزل. طب يجي شخص يقول انا كنت بعمل رقية علشان انا عندي حسد او حاسس ان الدنيا مش تمام، فلقيت ان انا في الرؤية عندي سجادة صلاة مثلا وبكنس من عليها الدود، او ان انا بقتل دود لقيته في المنزل ما كنتش شايفه غير مرئي وفجأة ظهر وبعد كده ايه؟ موته. رؤية لم الدود وكنسه، رؤية ان انا بقتل الدود، هنا خلاص بإذن الله من اما حسد او من سحر، ربما والله تعالى اعلى واعلم. هو خلاص من اذى بإذن الله. كل ده اللي انا بتكلم فيه هو بره الجسم، بره الجسم. طب لو انا شفت في الرؤية ان انا بشرب مية والمية دي كان فيها دود، اعرف برضو ان ربما انت اخدت سحر مشروب، خصوصا ان ظهر لك في الدود ده الوان من الاسود، الوان من الاحمر، ووصفت دود احمر ووصفت دود اسود قوي، دودة طويلة كده، الكلام ده تعرف ان للأسف ده ايه؟ نوع من انواع السحر المشروب. نيجي بقى للجزء الاهم والاكثر انتشارا، وهي رؤية الجسد، جسم الإنسان. ألاقي إما دود داخل مثلا في جزء معين أو دود خارج من جزء معين. هنشرح جزء جزء. نبدأ بالرأس. رأس الإنسان ده إما بداخل فيه دود أو خارج منه دود. رأس الإنسان في الرؤية إما شفت إن داخل فيه دود أو خارج منه دود.
لو لقيت ان هو داخل فيه دود تعرف انه اما اذى في راس مالك او ان عندك هموم وافكار وفي دايما مشاغل ومشاكل داخله عليك، او للاسف الشديد احيانا يدل على سحر تعطيل الرزق. اول لما تلاقي الدود داخل او على دماغي او داخل جوه دماغي او كده. تمام. طب لو لقيت ان هو خارج من دماغي، الدود بيخرج من دماغي بس كده في الرؤيه، واكتر حاجه مبشره انه يكون انتهى الخروج، عارف ان مفيش حاجه تاني جوه، هنا بيدل على ايه؟ بيدل على سداد الدين، او بيدل على الشفاء من السحر وخصوصا سحر تعطيل الارزاق، او بيدل على زوال الهم والافكار عموما. عندك مشكله جدا عويصه فبيزول ده. واحيانا برضو طبعا بتدل على شفاء الحسد. طب لو لقيت دود في شعري، انا بسرح في الرؤيه وبنضفه، او اكتشفت ان في دود مفاجئ جوه شعري وانزعجت جدا في الرؤيه، الرؤية دي بتدل على الحسد الشديد للرؤية. هتلاقيه محسود في كل حاجة هو بيحبها أو حاجة معينة فعلا بيحبها ومتعلق بيها جدا، من أولاد، زوج، ذرية، مالك، تجارتك، هتلاقي فيه حسد ليك شديد في الموضوع ده. طب لو لقيت ان انا في الرؤية بفلي شعري ومنزلة دود وعارفة انه خلاص، او عارف انه انتهى في الرؤية، او خلاص حتى لو بطلعه، تعرف ان ده ان شاء الله زوال هم وزوال الحسد للرائي وزوال العيون. هتلاقي في الأغلب يعني الرائي ده بيعمل رقية، وبالتالي يبدأ يشوف التنظيف والتطهير في المنام. تمام. فهنا زوال الحسد. ولو كنت بتعمل رقية وشفت الدود ان هو بيغادر من جزء معين من الجسد، عايزاك تكمل في الرقية دي وان شاء الله بإذن الله شفاء وبراء. نيجي لدخول الدود داخل الأذن. ده أول حاجة بيكون في تأويلها انك بتسمع لأصحاب السوء، تسمع الكلام السيء، ممكن تكون كثير سماع الأغاني والحاجات دي كتير فتحلم ان في دود داخل جوه الأذن. ممكن كمان يكون حد بيوجه لك كلام يعني نصايح بس بطريقة سيئة، بطريقة تؤذيك وبتضايقك، فده تكون نصايح بالنسبة لك تؤذي نفسيتك. وأخطر تأويل لدخول الدود في الأذن انه يكون بيدل على الحسد او على السحر، انه بيكون رمز خطير جدا المكان ده، لأنه بيؤدي إلى التأثير على أفكار الرائي. يعني تلاقيه مش متزن، تلاقيه عصبي بزيادة، ممكن تلاقيه جاله نوبة اللي هو النوم المتكرر الكتير قوي بدون سبب، حاجات زي كده. فبالتالي بيؤدي إلى تأثر صحته، وربما ده بيكون سحر أثر عليه على مرضه، سواء كان مقصود بالمرض أو لا، أثر على الرائي في المرض. فدخوله في الأذن بصراحة غير محمود تماما، ولكن العكس صحيح، خروجه من الأذن مبشر جدا، لأنه بيدل على الشفاء من الحسد والشفاء بإذن الله من السحر. أحيانا يدل على التوبة من الذنوب والمعاصي والاستماع لما يغضب الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون سهران طول الليل بتكلم بنات والحاجات دي، فتبطل وتتوب، فتحلم ان الدود خارج من ودنك، فدي رؤية توبة. واحيانا الشخص المريض لما يشوف الرؤية دي يعرف ان هو ان شاء الله شفاء وبراء من المرض، فهي رؤية طيبة جدا اذا خرج الدود من الودن في الرؤية. طيب لو شفت الدود في الانف، طبعا هتكلم عن انه داخل الانف او خارج من الانف. الرمز ده بيدل على حاجتين، اول حاجة اما انك كثير العراك يعني بتتخانق كتير مع اهل بيتك، عصبي جدا، عندك مشاكل، مش طايق نفسك زي ما بيقولوا كده، وده بيكون سببه الحسد الشديد، او بيدل على الازمات الماليه اللي ممكن برضو يكون سببها الحسد. وفي الحالتين الرأي ده بيكون عصبي جدا جدا، يعني لازم تساله انت بتتسم بالعصبيه، انت مش طايق نفسك، انت دايما الناس حواليك مش عارف تتعامل معاهم، لو قالك كده تعرف ان هو حسد شديد جدا. طيب خروج بقى الدود من الانف ده باذن الله ايه؟ زوال هم، باذن الله فك كرب، باذن الله زوال المشاكل اللي موجوده في البيت. وكمان اذا كان عنده ديون تقضى، خلاص راح الهم، راح القلق بتاعها. تمام. من الرموز بقى الخطيرة جدا هو رؤية الفم ان هو داخل فيه دود، دي فظيعة جدا. ليه؟ لانها فعلا الرأي ده لازم يعمل الرقية الشرعية لعلاج السحر فورا. بنسبة 90% بيكون عنده والله اعلم سحر مأكول، دخول الدود في الفم. تمام. طبعا لو حي بيلعب كده تعرف ان هو ايه؟ ده سحر مأكول والرأي اكله. احيانا تدل على حاجات تانية، طبعا ايه هي؟ انه يكون اكل مال حرام، او اكل مال فيه شبهة، او اكل حقوق من حواليه، الورث والحاجات اللي بنسمع عنها دي. واذا بس ما شافش ان هو بياكل، هو بس شايف داخل فمه، شوف بقى الفرق في التأويل هنا، لو بس هو شاف في المراية او عارف ان داخل فمه مليان دود، الرؤية دي معناها ان اهل بيته كلهم تعرضوا للاسحار. اهل بيته دي ممكن تبقى الاسره اللي هي اسرته وزوجته واولاده، ممكن يبقى البيت الكبير يكون اترش فيه اسحار، فهنا برضو لازم يعمل الرقيه الشرعيه. طيب لو خرج الدود من الفم نزل لوحده كده وتمام جدا، نزل لوحده،
هنا بإذن الله شفاء من الأسحار، شفاء من الحسد. لو عندي عيال عندهم مشاكل تزول هذه المشاكل. ساعات بسيطة يدل الرمز ده على التوبة من الغيبة، من النميمة، من انت عملت تجيب في سيرة الناس فتوبت إلى الله، فتحلم ان في دود خرج من فمك. هنا بيبقى رمز الايه؟ للتوبة. طب لو حلمت في الرؤية ان انا بتقيأ، شوف بقى في الأول هو بيخرج، انا بتكلم عن خروجه من الفم، ده زوال كذا كذا. لكن لو انا بقى بتقيأ وعمال بحاول وبرجع ورحت ايه؟ متقيأ دود، هنا انت بتعمل رقية بالفعل. يعني هنا انت بتعمل رقية، او انت الرقية اللي انت بتعملها دي ما شاء الله نافعة، وهي كانت سبب لخروج سحر مأكول. هنا بقى مؤكد انه سحر ملوش علاقة بقى بحاجة تانية، من غيبة، من نميمة، من توبة، الكلام ده لا. هنا بيبقى رمز الايه؟ للأسحار، وتقيؤه رمز لخروج هذه الأسحار من الجسد. أنا أسفة جدا والله لو الفيديو طول عليكم، بس يعني أنا بحاول إن أي حد يدخل الفيديو ده يلاقي الحاجة اللي هو بيدور عليها. طيب هنتكلم عن رمز العين. رمز العين في المنام برضو دخول الدود فيه أو خروج الدود منه. دخول الدود فيه بيدل على حاجتين، أول حاجة هو الحسد الشديد للرائي، او العين اللي اصابته او اصابت احد ابنائه. ده اول ايه؟ رمز. تاني رمز بيدل على ان ممكن الرأي ده يكون حصل له اصابة بطمس الرؤى، يعني اتعمل لها سحر بطمس الرؤى، ما تشوفش احلام. واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، وازاي ان احنا نزيل طمس الرؤى لما بشوفش احلام اعمل ايه. دوروا عليه في التشانل. طيب رمز بقى خروج الدود من العين، ده حلو، ده شفاء ان شاء الله من الاسحار، شفاء من العين الحاسده سواء ليك او حد من ولادك. تمام؟ فهنا رمز الشفاء ان شاء الله. لكن من العين بشوفه في الايه؟ في الاغلب قليل قوي لو في الاسحار، بتبقى في ايه؟ في موضوع طمس الرؤى تحديدا. تمام؟ طيب لسه باقي معانا رمز اليد والرجل والدبر والفرج. تمام؟ قبل ما اتكلم عن الجزء ده وعن باقي اجزاء الجسد، مش عايزه انسى ابدا انه العدد المعدود من الدود احيانا يدل على الاولاد. تمام؟ يعني ان الاقي مثلا حوض سمك فيه دوده او دودتين، اعرف ان ربما الزوجه دي تحمل بطفل او طفلين. تمام؟ يبقى الحوض هنا هيبقى رمز الايه؟ للرحم بتاعها. احنا بنتكلم في كل اللي انا بقوله ده على رمز الدود الغير معدود. حلوه الدود الغير معدود دي. تمام؟ نكمل بقى. رمز اليد، دخول الدود في اليد. احيانا الرائيه او الرائي يقول دخل في ايدي لدرجه ان انا ما شفتوش، خلاص بقاش موجود، مش شايفه بعيني. واحيانا يقول كانه دخل، كانه بقى من نسيج الجلد. تمام؟ دخول الدود في الجسد من دلالات الاسحار للاسف الشديد، وده بيكون سحر تعطيل الارزاق واسحار التفريق. يجي في الرمز ده ان دخل في ايدي دود. تمام؟ يبقى ده ايه؟ تفريق وارزاق. طب في حد برضو في الاغلب هتلاقيه شاف رؤيه بعد ما عمل رقيه او ابتدى بتاك الذكر او كده، يشوف ان في دود خارج من جسمه. طب انتهى؟ يقول لك مش عارف، انا شفت بس في الرؤيه انه بيخرج. معنى ان هو بس في الرؤيه بيخرج، ان شاء الله رمز شفاء. كمل، ما توقفش الرقيه بتاعتك. هو رمز للشفاء من اسحار التفريق، رمز للشفاء من اسحار تعطيل الارزاق. قبل الرؤية دي هتلاقي نفسك كل حاجة واقفة معاك ومش عارف تكسب من حاجة، وكل حاجة ايه؟ بتتقفل وتتعطل. تمام؟ فده رمز جيد جدا اذا خرج من ايدك الدود. طيب لو لقيت في الرؤية الرجل، الرجل ووجود او دخول عليها بقى او فيها او تحتيها او حواليها دود، هنا معناها ان الشخص ده عدى على سحر مرشوش. ده اول ايه؟ معنى. تاني معنى، معناها ان الشخص ده اتأثر وحصل له تعطيل في الارزاق. اما تالت معنى فهو ممكن يدل على تراكم الديون على الرؤية. بس في الثلاث حالات هو محتاج يعمل رقية. عايزاك تعمل رقية. رقية التعطيل اعملها لأي حد عاملها، اقرأها على مية، ولازم تلتزم بده طالما شفت الدود على أو داخل الرجل. تمام؟ مهم جدا جدا تعمل الرقى وتهتم بده. طب لو أنا بس شفت في الرؤية إنه خارج من بين صوابعي، خارج من قدمي، خارج خصوصا من الحتة اللي هي اللي تحت دي، الفوت من تحت بطن الرجل، يعني خارج منها، تعرف ان ده كان سحر مرشوش وتم العلاج او يتم العلاج. اذا انتهى ولقيت رجلي رجعت زي الاول، اعرف ان الحمد لله في شفاء وعافية، وان شاء الله شفاء وعافية ليكم كلكم. حتى الناس اللي شافت رموز للإصابات يعني على طول هبدأ الرقية. وهنا تبقى استفدت من المعنى. الناس اللي ما بتحبش تعرف المعاني السيئة للأحلام، امال هي جايلك ليه؟ مش عشان تعرف المعنى بتاعها وعشان تبدأ بالعلاج؟ ما هو أكيد في سبب يعني تستفيد منه في الرؤية. تمام؟ نيجي بعد كده لرمز الفرج. في بعض السيدات اللي تشوف دخول الدود إلى الفرج. لو الدود دوت كان عدد معدود، ربما دل على عدد من الأولاد.
تمام، ان ربنا يرزقك مثلا هما 1 2 3، ما اعتقدش اكتر من 4 يعني يكون عددهم ايه على الاولاد. طيب لو انا شفت ان هو دود كتير قوي مهول، واكتشفت ان هو في المكان دوت او دخل المكان دوت، دي اصابه، وربما الاصابه دي تيجي سواء كنت بنت او متزوجه، ويكون الرؤيه دي معناها ان في مس او في انه حصل سحر يسكن الرحم، وهكذا على طول الرقيه. طب لو انا بقى شفت ان الحاجات دي بتخرج خروج، اعرف على طول ان ده رمز الايه للشفاء باذن الله من حاجه كانت بتسكن الرحم، من شيطان كان بيسكن الرحم، من اذى كان بيسكن الرحم. انا عايزاكم تتخيلوا الدود ده بيعمل ايه؟ ما هو بياكل في الجسم. معنى ان حاجه بتاكل في الجسم ايه؟ معناها ان في اذى في الجسم، والجسم وبياكل من صحه الانسان، فخروجه مهم جدا جدا في الرؤيه. طب لما اشوف في الرؤيه الدبر، دخوله الى الدبر ملهوش علاقه بالاسحار، والله تعالى اعلى واعلم، دي خسائر ماديه، دي خسائر ماديه بسبب الحسد. طيب لو خرج بقى من المكان ده، هنا اعرف على طول ان الرائي ده كان عنده سحر مأكول، ان شاء الله يتم الشفاء منه بسلام بسلام، تمام، بدون اذى. فخروجه من المكان ده حلو جدا في الرؤيه. واحيانا الشخص ده اذا كان مريض، ربنا ان شاء الله يشفيه ويعافيه. زي ما قلت لكم الدود ده، تخيل كده الدود داخل البطن بيعمل ايه؟ ما هو بياكل من اكل الانسان، مش هو بيتغذى على اكلنا اللي في الامعاء، فهو وجوده في المكان ده معناه خسائر ماديه، معناه ان هو بيخسر من ربما يعني من صحته، بعيد عنكم تعبان في اسحار او كده، في تعطيل في الارزاق، فخروجه ايه؟ خروج هذا الهم والشفاء التام باذن الله. فاوصيكم انه اللي يشوف حاجه من الحاجات اللي قلت عليها دي تكون دلاله اصابه، على طول يعمل ايه؟ يعمل الرقيه على ميه، يلتزم بيها على طول، ما يدخلش بطنه غير ماء مقروء عليه قران، يغتسل 3 ايام كده ورا بعض بماء مقروء عليه قران، ان شاء الله باذن الله شفاء. انا ما اعرفش الفيديو طول جدا كده ده ازاي، ولكن ان شاء الله يا رب يعني اكون افدتكم، مش عايزه اكون بخيله عليكم خالص خالص باي معلومه، وان شاء الله شفاء ليكم جميعا. شكرا لكم على متابعتي لحد هنا، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.